الموضوع بدأ من كام سنة لما سمعت عن قصة انتحار طبيب أسنان. موضوع كان غريب وقتها إن دكتور سنان بينتحر، وزي أي محاولات الانتحار عادي بتعدي. وبعدين بعد فترة كده قريت بيبر وبحث معمول عن دكاترة الأسنان وعن المهنة بشكل عام، وقد إيه المهنة دي فيها كمية psychological hazards كبيرة جدا. وأنا مكنتش متوقعة إن ممكن تكون في أبحاث علمية أصلا اتعملت في المجال ده. وهنا حصل لي فلاش باك 20 سنة فاتوا، من 2004، من وقت ما دخلت كلية طب الأسنان وبدأت استرجع كل الذكريات لحد الوقت اللي أنا فيه. أنا مين؟ اسمي رنا نجم. اتخرجت من كلية طب الأسنان سنة 2009. اتعينت معيدة بعدها في قسم الاستعاضة في كلية طب الأسنان في جامعة اسكندرية، وعملت ماجستير سنة 2015 وخلصت الدكتوراه سنة 2020. كان الماستر بتاعي عن الإمبلانت، وكانت البي اتش دي عن حالات الكلافت ليب امبالات الماكسيلوفيشيال بروثيزس. ودي واحدة من أهم اللقطات اللي عدت عليا في حياتي، لأن أنا كنت فاكرة إن القسم ده زي ما ناس كتيرة فاكراه قسم معقد وصعب قوي. لكن بعد ما خلصت الدكتوراه اكتشفت إن أنا بعرف أشرحه كويس جدا، وعندي القدرة إن أنا أحبه وأحبب الناس فيه كمان. فقررت إن أنا أكيد ربنا خلقني علشان أكون الشخص اللي بيسهل على الطلبة في كلية طب الأسنان إن هم يفهموا المادة دي بشكل كويس. وبدأت أشتغل فيها وكنت مبسوطة جدا وأنا بمارس مهنتي كعضو هيئة تدريس. وبعد ما خلصت دكتوراه حسيت ان انا وصلت الليفل كده اللي هو التوب يعني. ودي كانت اكبر غلطة واكبر اعتقاد مر عليا في حياتي، لان البني ادم لما بيعتقد انه خلاص عدى بليفل معين وان كده مفيش بعد الليفل ده حاجة وكلها امور روتينية، بيبدأ الكيرف ينزل بيه تاني. وده اللي حصل بالظبط لما حسيت ان انا مش طايقة مهنتي كدكتورة سنان، ولا طايقة اصلا اني اكمل فيها. عارفين زي الاحتراق الوظيفي كده اللي بيحصل او اللي بيسموه في المهنة التانية. حسيت ان انا فعلا بتحرق من جواي، انا مش عايزة اكمل في المهنة دي. طب هعمل ايه؟ طب انا ما اعرفش حاجة في حياتي غير ان انا دكتورة سنان، ما بعرفش اعمل اي حاجة تانية. هسيبها؟ طب هروح؟ طب هاجي؟ طب اكمل؟ طب اشتغل وانا زهقانة ومحبطة وانزل كل يوم بجرجر رجلي واصحى كل يوم من النوم اقول يي على اليوم اللي هيبدأ؟ قررت ان انا ارجع اصلا لشغفي الاولاني، وهو علم النفس اللي كنت هموت وادخله بعد ما خلصت ثانوية عامة. وبدأت أدرس حاجات كتيرة جدا في علم النفس والباراسايكولوجي وعلوم التنويم بالإيحاء وحاجات كتيرة من المجال ده، لحد ما اكتشفت نقطة مهمة جدا، ان فعلا المهنة بتاعتنا دي فيها حاجات كتيرة ممكن تخلي دكاترة الأسنان يصابوا بالاحتراق الوظيفي، وان فيها حاجات كتيرة لو ما خدناش بالنا منها من زمان من واحنا طلبة أصلا في الجامعة ممكن توصلنا لأننا نكره مهنتنا، لأننا ممكن نتعامل فيها واحنا مش طايقينها، لأن سلوكياتنا تتغير، لأن ده ينعكس على المجتمع بتاعنا وعلى الحالات اللي احنا بنعالجهم، لحد ما ناخد سمعة ان دكاترة الأسنان دول جزارين، وحوش، ماديين، مش بيفرق بالنسبة لهم حاجة، مزعجين، ما بنحبهمش. كل الحاجات اللي بتتقال علينا دي دلوقتي وقبل كده بشوية. في اللحظة دي حسيت ان الهدف بتاعي في الحياة اختلف كتير، انه بدل ما كنت انا اللي بشرح البروثيزس، انا دلوقتي الشخص اللي قادر يوفق ما بين الحالة النفسية لدكتور السنان وما بين كونه دكتور سنان أصلا، يصالحهم على بعض، فتبقى مهنة طب الأسنان دي مهنة مريحة بالنسبة له، وعايش حياته مستمتع ومبسوط بالمهنة اللي هو أصلا كان بيحبها ودخلها علشان عنده هدف. وشوية كده كمان ولقيت لمبة نورت في دماغي، فدرست بيزنس، فعملت تالت ماجستير ليا في إدارة الإبداع والتغيير في جامعة حمدان في دبي. وهنا لمبة أكبر نورت في دماغي، إنه إيه ده؟ السايكولوجي والدانستري لو عملنا لهم ميكس مع بعض كسايكو دانتل نقدر نطلع منهم بحاجة تخلي الحالة اللي بتجيلنا العيادة مستمتعة هي كمان، وجاية وهي مبسوطة، وهو اللي عايز يروح لدكتور السنان ويدفع فلوسه وهو مستمتع ومتمزج وعايز يدفع اكتر كمان. ايه ده؟ طب ما انا ممكن اكون الشخص اللي يقدر يعمل السايكو دنتال بزنس. انا الشخص اللي ممكن ابدأ اجمع الثلاثة دول في محيط واحد علشان المهنة دي تتغير وتوصل لليفل مختلف تماما عن اللي احنا عارفينه عن مهنة طب الأسنان والدانستري عموما. ليه؟ لأن احنا في العهد اللي احنا فيه ده دلوقتي في أواخر 2024 المهنة دي بتتطور بشكل سريع جدا،
مواكبة التكنولوجي اللي احنا المفروض نكون على الليفل بتاعها دلوقتي بيحطنا كدكاترة تحت ستريس، وبيحط الحالة اللي جاية لنا تحت تشتت في الاختيار. هو مش عارف يروح لأنه دكتور وأنه دكتور أحسن من التاني، ولو رحت هنا هستفيد ولا لأ، ولا لو هنا هستفيد أكتر، طب هحط فلوسي فين، طب الفلوس اللي أنا دفعتها عند الدكتور اللي فات، وهكذا. دايلما كبيرة جدا جدا جدا، ممكن تختلف وتختفي بسهولة لو أنا درست أو أنا بدأت أطبق السايكودنتال أبروتش. فقررت إن أنا أعمل حلقات عنها. لكن قبل ما أعمل الحلقات دي فكرت، هو السايكودنتال ده هيفيد ايه؟ هيحل مشاكل ايه؟ وعلشان تلاقي حل للمشكلة لازم اصلا تبقى عارف المشكلة عبارة عن ايه. فقررت ان الحلقات دي تكون عن المشاكل اللي بيواجهها دكاترة الاسنان في المهنة بتاعتهم كلها، من اول ما قرر انه يدخل طب اسنان لحد ما قرر انه يسيبها او يعتزلها او يستقيل او يشتغل اي حاجة تانية او يكمل فيها لآخر يوم في عمره. في الفيديوهات اللي جاية هتكلم على تقسيمة للمشاكل اللي بيمر بيها دكتور السنان. ايه هي المشاكل اللي بناء على الفترات الزمنية المختلفة، ايه هي المشاكل المادية، المشاكل الاجتماعية، المشاكل الصحية، المشاكل الفردية اللي هو بيعانيها في شخصيته نتيجة لامتهانه المهنة دي، وكمان المشاكل في العلاقات، لأن دورنا أو طريقة ممارستنا للمهنة دي بينعكس على طريقتي في العلاقات ما بيني وما بين الأشخاص، سواء الأشخاص دول صحابي أو أهلي أو حتى في علاقاتي الشخصية مع جوزي أو مراتي. فلو أنت دكتور سنان ومهتم تعرف ويكون عندك حصر للمشاكل اللي ممكن تمر بيها أو اللي مريت بيها وإزاي ممكن تتخلص منها، ممكن تعمل سيف للفيديو ده عندك وتعمل فولو علشان تتابع الحلقات اللي جاية. ولو عندك دكتور سنان ممكن يكون بيعاني من نفس المشاكل دي، اعمل له شير للفيديو وخليه يكمل معانا. أشوفك الحلقة الجاية.